عادي يبقى ليك أعداء في حياتك، وعادي يبقى حواليك ناس بتستكتر عليك الحاجات اللي في حياتك، وعادي يبقى في ناس بتتمنى ان انت تفشل كل يوم. ما يا ابني اي بني ادم في الدنيا بيبقى ليه اعداء. لو بني ادم ناجح فوجودهم الكتير حواليك ده دليل انك ناجح. بس خلي بالك هم مستنيين لحظة ضعف عندك ويدوس عليك. يدوس عليك زي ما انت سامع كده، لان كل ما انت بتنجح اكتر بتأذيهم بجد، لان هم بيحسوا بنقصهم وبيحسوا ان هم مش عارفين يعملوا اي حاجة. فطبيعي ان يبقى عندك اعداء. ما تقوليش اصل متجمعين عليا، اصل عايزين يؤذوني. يا ابني عادي، ما البني ادم الناجح حياته كلها كده. وبص حواليك، مليون واحد ناجح هتلاقي حواليه مليار واحد عدو ليه. فعايزك تبص لاعدائك وتبص لكل الناس اللي موجوده حواليك وتتعلم درس مهم جدا، ان الانتقام الحقيقي مش في الاذى، الانتقام الحقيقي في التطور، الانتقام الحقيقي في النجاح، انك تنجح ويكون ده اقصى رد عليهم في الدنيا. فما تقوليش بقى اصل انا عندي اعداء وعندي ناس بيكرهوني وعندي ناس كذا. دي طبيعه الحياه، بهارات الحياه والتفاصيل اللي هتحكيها قدام. وعادي يكتروا. يا بخت اللي ليه اعداء، ويا بخت اللي عايش في الدنيا هو عارف انه مميز، وعشان كده الناس كلها بتحاربه لان هم مستكترين عليه ده. وللاسف كل ما بينجح بيحسوا بنقصهم.